في حكايات في التاريخ بتبدأ من تحت الصفر بس بتوصل للسماء. حكاية السلطان ده بدأت من سوق العبيد، لكن النهاية عرش مصر والشام وسلالة حكمت قرن كامل. النهارده هنحكي لكم عن المنصور سيف الدين قلاوون، المملوك اللي عرف ازاي يحكم من غير ما يسفك نقطة دم. قلاوون اتباع وهو صغير في سوق العبيد ب1000 دينار، مبلغ خرافي وقتها، ومن هنا جه لقبه قلاوون الألفي. اتربى في وسط المماليك واتدرب واتعلم وتشكل في بلاط الحكم، بس اللي ميزه عن غيره دهائه، تخطيطه، صبره الطويل. في عهد الظاهر بيبرس بدأ يلمع نجمه. بيبرس اتقرب له جدا وحتى اتجوز ابنه من بنات قلاوون، بس لما الحكم اتلخبط وابن بيبرس اتنحى، قلاوون ما استعجلش العرش، رشح طفل صغير للحكم وقال أنا أتابكه، يعني القائد الفعلي. ومن هنا بدأ ينهي خصومة واحد ورا التاني من غير ما يفتح سيفه. شوية بشوية بقى هو السلطان الحقيقي من غير ما يضرب طلقة.